باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قبل ما ابتدي عاوز اعتذر لكل الرجال. عايز اعتذر لمين؟ لكل الرجال، لان الوعظه دي هتسجلها كل الستات وتسمعها لاجوازها مدى الحياه. فيعني ايه يعني سامحوني. ها اوكي اصل دول لما يصدقوا يمسكوا حاجه، فيعني لا معلش حضرتها خلاص هقولها. بصوا بقى، هكلمكم على حاجه اسمها العكننه او النكد الرجالي. العكننه او النكد الرجالي. النكد بصفه عامه تهمه تنسب لمين؟ للسيدات، مش كده؟ لكن الحقيقه في نكد رجالي فظيع قوي، وفي عكننه رجالي فظيعه قوي. مش انا اللي بقول كده، ده الكتاب المقدس اللي بيقول كده. عشان ما حدش يتهمني بالتحيز، انا شغلتي اشرح كلمه ربنا. هنتكلم على 3 آيات. ال3 آيات دي بتتكلم على حاجه اسمها مكدر بيته. يعني الكلام موجه للرجل وبيقول مكدر بيته. المكدر، عارف لما واحد يقول التاني ما تقدرنيش، يعني ايه ما تقدرنيش؟ ما تتعبنيش، ما تضايقنيش، ما تنكدش عليا، ما تعكننش علينا. كل ده قالوا الكتاب المقدس في كلمة رجل يكدر. واتكلم على 3 أنواع من الرجالة بيقدروا بيوتهم، وسبب نكد لبيوتهم، وسبب تعب لولادهم، وسبب تعب لستاتهم. انتوا لسه قاعدين؟ اوكي طيب، تعالوا نتكلم مع بعض ونشوف الآية الأولانية بتقول ايه. أول آية بتتكلم عن الرجل القاسي. بتقول كده: الرجل القاسي يكدر بيته. يعني المفروض الراجل يكون ايه؟ حنين. عاوزينه حاسم، عاوزينه واضح، عاوزينه عنده رؤية، بس حسمه ما تقلبش لقسوة. فاللي يسند الحسم عشان ما تقلبش القسوة ان يكون من جوه قلبه ايه؟ حنين. يعني ايه الرجل القاسي يكدر بيته؟ مين هو الرجل القاسي؟ اول نوع من انواع الرجال القاسية هو الرجل العنيف. يعني ايه الرجل العنيف؟ عنيف في تربيته لاولاده، عنيف انه ممكن يضرب، عنيف انه ممكن يهين بكلام زي الرصاص، وهو ما يعرفش تأثير الكلمة اللي قالها عملت ايه في اللي قدامه. الرجل القاسي اللي بيكدر بيته هو الأب العصبي. في رجالة الحقيقة لما تيجي تعاتب ستاتها تقول للستات كده: أنا عصبي بس انت قلبك اسود. أنا عصبي واطلع وانزل على ما فيش، وبعد نص ساعة أكون نسيت كل حاجة، لكن انت فاكرالي من 5 سنين ورا. اوكي، بس انت اللي حضرتك ما تعرفهوش انت عملت ايه وكان شكلك ايه ووشك شكله ايه في وقت عصبيتك، وانت بتشوح او انت بتخبط بايدك على ترابيزه او انت بتبرق لبنت من بناتك عندها 3 أو 4 سنين. انت مش شايف قسمات وشك، لو صوروك وطلعوها لك بالليل يجي لك كابوس وانت نايم، بس انت مش شايف نفسك. فيقول لك الرجاله ده يقولوا كلمه تغيظ، يعني معاكم حق تتضايقوا، انا مش بقومكم عليهم ولا حاجه، بس يقول لك اصل انا عصبي بس بروق بسرعه. ايوه، وانت في عصبيتك عملت ايه؟ ما انت عملت كتير. ده في ولاد بتعمل على روحها لمجرد ان صوت ابوها العصبي لا تحتمله نفسيا. ده في ولاد بتبقى 6 أشهر و8 أشهر لسه مش في الوعي، ويسمعوا صوت الأب العصبي تلاقي الولد بيترعش ويتفزز ويزعج جدا في اللفة بتاعته، ولا معرفش، ما بقاش في لفة دلوقتي، يعني في السرير بتاعه. تصوروا؟ بيقول لك الأب القاسي يكدر بيته، سبب دمار لبيت بحاله. أنا اتكلمت على الأب العنيف، واتكلمت عن الأب العصبي الذي يكدر بيته ويبقى سبب وجع قلب مراته وقلب ولاده.
وهو فاكر ان هو ده الصح وهو ده التظبيط وهي دي التربيه. الاب القاسي يكدر بيته. قلنا اول نوع من انواع القسوه العنف، تاني نوع العصبيه، تالت نوع من انواع القسوه الاب العنيد، الزوج العنيد. انا قلت كده واللي انا قلته مش هرجع فيه، لو نزل لي ملاك من السماء مش هرجع في كلامي. اي يا بابا طب نتفاهم يعني، طب لو احنا غلطانين هنقول لك اسف. لا، وحتى لو قلت انا مش هرجع في كلامي، ولو حاولت ما تحاولوش تقنعوني، لان انا هفضل مصر على رايي فهتكرهوني اكتر. احنا اوريدي كرهناك لانك انت اوريدي شايف ان هي دي الرجوله. الرجل العنيد الذي لا يتفاهم مع اهل بيته وشايف انه هو اللي صح ورؤيته هي اللي صح وكلامه هو اللي صح، يكدر بيته ويكون سبب عدم سلام، حتى لو استند في كلامه لآيات من الكتاب المقدس يكدر بيته.